في سؤال. الخطاب الديني في الوقت الجاي المفروض أهل الأزهر الشريف هم اللي يتولوا الخطاب الديني في المساجد، ما بيكونش فيه دخلاء على الخطاب الديني في المسجد أو الاجتماعات في المسجد. المسجد خلق للصلاة والعبادة ولا للسياسة بس، وأهل الدين هم اللي يتكلموا في الدين، الناس خريجة الأزهر الشريف هم اللي يتكلموا في الدين. والله انا بالنسبه لي المفروض ده حاجه زي كده في الجوامع او المساجد او الزوايا والكلام ده كله، اتكلم عن الدين، ما اتكلمش عن السياسه، ما اتكلمش عن اي حاجه تضر البلد او تضايق الناس. اتكلم في الدين بس. انا داخل الجامع اسمع خطبه، اسمع كلام عن الدين، اعرف الدين بتاعي، يعرفوني الدين. ما اقعدش يبقى الشيخ بيتكلم في الجامع في خطبه، بيبقى بيتكلم مثلا ان انا مثلا اتكلم على السياسه واتكلم على البلد واتكلم. انا ما اتكلمش على كده. انا جاي جامع او جاي زاويه بخطب للناس، بشوف الناس، بوعيهم للدين، بكلمهم في الدين وفي الاسلام، واعرفهم ايه الدين بتاعنا وايه الاسلام. في ناس بتبقى عارفه وناس ما تبقاش عارفه. ممكن انا واحد من الناس ابقى داخل الجامع مثلا عشان اعرف مثلا اقعد اسمع الخطبه او اسمع حديث او اسمع قران، اسمع قران مثلا واسمع التفسير بتاعه، عشان انا جاي عايز افهم، اعرف الدين بتاعي. مثلا لو انا ما اعرفش حاجه في الدين ابقى فاهم الدين بتاعي ايه. حضرتك بتطالب بنقاط معينة يتم طرحها من الخطيب أو من يقوم على التوعية الدينية؟ والله يعني أخلاق مثلا. لا، يعني هو الاخلاق دي ما الواحد ما بيضمنش اللي حوالين منه ايه. بس هو المفروض طبعا معروف ان الامام او الخطيب مثلا بيبقى في الجامع او في المسجد بيتكلم، بيوعي الناس عن الدين، في الاخلاق، في التعامل، الناس تبقى كويسه مع بعضيها ازاي كده يعني. انما ما اكلمش اي حد في حاجه غير كده خالص. مفيش خطة ممنهجة أو على أساسها بيشتغل الأزهر، ومدين فرصة لبعض الجهلاء إن هم بيعتلوا المنابر، وده في حد ذاته خطر وخطأ. ثانيا كل خطابهم عن المرأة وعن ان هي لازم تقعد في البيت. يعني انا عايز اعرف، هو الرسول عليه الصلاه والسلام لما نزل عشان خاطر المراه؟ طب المراه دي احنا نقتلها مثلا ونوقدها؟ يعني جانب مظلم بيأذي مشاعرنا وفي نفس الوقت بيضر الاسلام. والخطاب الديني انا شايف الازهر ما بيقومش بدوره. اتمنى من شيخ الازهر الشيخ الطيب يتولى تدريب كوادر قادره على ان تعيد الخطاب الديني الى مساره الصحيح. الازهر هو الاساس، هو اساس الدين واساس الشريعه في مصر وفي العالم كله. هو منبع الشريعه ومنبع التربيه اللي تربى على الدين وعلى الاسلام. الازهر طبعا دوره كامل. يجب أن يكون بدور رقابي مثلا؟ طبعا الازهر لازم دوره رقابي، وكل الائمه خريجين الازهر يعني بيقولوا كلام طيب، ما بيخرجوش عن اي نص. المفروض الازهر ان هو ووزاره الاوقاف المفروض انهم يعملوا الخطاب الديني ده معمم لكل مصر، عشان الصغير والكبير يعرفوا. والناس اللي هي ما عندهاش، اللي هم ما عندهمش تعليم كتير، المفروض يفهموه ويعرفوه ويتفسر، يبقى كويس. يعني حضرتك بتطالب برقابة أو بتوحيد الخطاب في جميع المساجد الدولة؟ اكيد طبعا. احنا نتمنى، والرقابه دي اهم حاجه، لان وزاره الاوقاف انها تبقى الرقابه اقوى من دلوقتي بكتير، والازهر كمان ليه دور كبير جدا. هم قالوا الخطاب الديني اللي هيمسكوا الازهر والاوقاف، ودي صحيح حقيقي، يعني عشان ما يبقاش فيه ما هب ودب، يتكلم في الدين، يفهم في الدين، ما يفهمش في الدين يتكلم. دبلوم تجاره، اعداديه، مش عارف ايه، يروح ياخد سنتين في المعهد الدعاء ويطلع يفتي بدون ما يقرا. اما الازهري قارئ وشارح ومستمع جيد، تمام. وهو بس ايه، يختاروا الخامه النظيفه في الازهر، يختاروا الخامه النظيفه في الازهر عشان ترتقي المساجد، ترتقي المنابر، لان المنبر ده مرتقى الرسول صلى الله عليه وسلم، بس اول واحد طلع على المنبر الرسول عليه الصلاه والسلام، فما ينفعش اي واحد يطلع ويهب ويدب في البلد. عايزين الازهر يمسك العمليه دي ويتشد شده، ويتسحب كل واحد مش ازهري، يتسحب من المسجد ويتحط مكانه واحد ازهري بس يكون معد.